الكثير من الناس الآن تجد معهم الهواتف المحمولة ويتكلمون فيها كثيرا، ولكن للأسف الكثير ممن يرد على هاتفه أو يتكلم فيه فإنه يبدأ كلامه بكلمة ألو، وهذه الكلمة هي سبب في أنك تخسر 300 حسنة. كيف ذلك؟ إن كلمة ألو ليست حراما، فمعناها مرحبا أو أهلا، ولكن من الممكن أن تبدأ كلامك بالسلام بدلا من كلمة ألو، فتأخذ على السلام 300 حسنة، فتقول إذا بدأت كلامك في الهاتف: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا بدأت بالسلام فإن الله تعالى يعطيك على السلام 30 حسنة، والحسنة ب10 أمثالها، وهذا ما أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ف30 حسنة نضربها في 10 حسنات، لأن الحسنة ب10 أمثالها، فيكون المجموع 300 حسنة. كل هذه الحسنات تضيع مع كلمة ألو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نبدأ في الرد على الهاتف بالسلام كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، كي نفوز بكل هذه الحسنات.